ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة، واهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة مهووس معلومات. هنكمل النهاردة سلسلة الحلقات اللي احنا كنا بنتكلم فيها عن القصص الأصلية اللي اتبنت عليها أفلام الكرتون. والشخصية الكرتونية اللي هنتكلم عنها النهاردة هي شخصية بيتر بان. فيلم بيتر بان هو فيلم رسوم متحركة من نوع المغامرة، أصدرته شركة ديزني في 5 فبراير سنة 1953 في الولايات المتحدة الأمريكية. والفيلم ده باختصار بيتكلم عن ولد اسمه بيتر، واللي هو كان ملقب بالفتى اللي ما بيكبرش ابدا، وده طبعا لان هو فضل على نفس الهيئة ونفس الشكل لفترة طويلة جدا. مبدئيا انا هتكلم باختصار عن القصة الكرتونية اللي احنا عارفينها او اللي اغلبنا عارفها يعني، وبعدين هتكلم بعد كده عن القصة الاصلية والحقيقية اللي اتبنى عليها الفيلم الكرتوني ده. ولو حابين تشوفوا القصة الحقيقية على طول روحوا للوقت اللي هيظهر قدامكم على الشاشة دلوقتي. وبيبدأ الفيلم الكرتوني بواحدة اسمها ويندي، واللي كانت عايشة مع اخواتها الاتنين جون ومايكل في بيت في لندن، وكانت كل يوم قبل ما يناموا بتقعد تحكي لهم شوية قصص مختلفة عن بيتر بان، وبتقول لهم ان هو فعلا موجود حقيقي. وفي يوم من الايام بيتر بان فعلا بيجيلهم وبياخدهم علشان يعيشوا معاه في جزيرة اسمها نيفرلاند، والبعض كانوا بيطلقوا عليها ارض الاحلام، على اساس يعني ان ده المكان اللي الاطفال ما بيكبروش فيه ابدا. وهناك ويندي واخواتها بيبدأوا ان هم يتعرفوا على سكان الجزيرة، واللي هم كانوا الاطفال الضايعين والتايهين والقراصنة والزعيم بتاعهم اللي هو كابتن هوك، واللي كان شرير جدا وكان بيكون على اتم استعداد ان هو يقتل اي طفل من غير تردد، وكان هدفه الاساسي في الحياة ان هو يقتل بيتر بان. والحاجة الوحيدة اللي كان بيخاف منها هي التمساح، واللي كان دايما بيفضل ماشي وراه علشان ياكله. وفي البداية ويندي واخواتها كانوا مستمتعين ومبسوطين في الجزيرة، لكن بعد ما بدأوا يتعرضوا للمضايقات من حريات البحر ومن الهنود الحمر اللي خطفوهم وأسروهم لغاية ما يقدروا يعرفوا مكان الأميرة ريلي واللي كان كابتن هوك خاطفها، بدأوا يشتاقوا للبيت بتاعهم في لندن. لكن بيتر بان كان رافض ان ويندي واخواتها يرجعوا تاني لبيتهم، وحصل بينهم خلاف كبير قوي. ووقت ما ويندي كانت بتحكي قصص قبل النوم لاخواتها وللأطفال التايهين، كابتن هوك قدر ان هو يخطفهم وهددهم بالقتل، وقال لهم كمان ان هو حط لبيتر بان هدية باسم ويندي، وان الهدية دي فيها قنبلة وهتخليه ينفجر برا ارض الاحلام للابد. لكن الجنية الصغيرة اللي كان اسمها تنة ورنة قدرت ان هي تنقذ بيتر من الفخ ده. وبعدين بيتر بان راح هجم على سفينة القراصنة اللي كان فيها كابتن هوك وبدأ يحاربهم، وويندي والأطفال ساعدوه كمان في الحرب دي، وفي الآخر قدروا إن هما يهزموهم، وكابتن هوك والقراصنة سابوا السفينة وركبوا كلهم في مركب وهربوا بعيد. في الآخر بيتر بان بيتقبل رغبات ويندي واخواتها وبياخدهم ويرجعهم البيت بتاعهم في لندن مرة تانية، وأهلها بيرجعوا بعد كده من الحفلة اللي كانوا فيها وبيبصوا كلهم من الشباك وبيتفرجوا على بيتر بان وهو بيسوق السفينة في السماء. والأب بيقول إن هو عنده إحساس غامض إن هو شاف السفينة دي زمان لما كان صغير جدا. والفيلم نهايته بتبقى سعيدة. ودي كده كانت قصة الفيلم الكرتون باختصار شديد جدا. وقبل ما نتكلم عن القصة الأصلية المرعبة بتاعت الفيلم ده، في شخصية لازم الأول نتعرف عليها، وهي شخصية اسمها جيمس ماثيو بيري، وهو اللي كتب الرواية الأصلية لفيلم بيتر بان. وللعلم بالشيء يعني القصة دي أساسا كانت مستوحاة من أخوه الكبير اللي وقع في حلقة التزحلق وحصله تشققات وكسور في جمجمته لغاية ما مات في الآخر، وكان عمره وقتها تقريبا 13 سنة. وجيمس كان عمره وقتها حوالي 6 سنين. ولما كبر بدأ يقول على أخوه إن هو ما بيكبرش أبدا، على أساس يعني إن هو مات وهو طفل، فخلاص هيفضل دايما على نفس شكله الطفولي ده. طبعا بعد الصدمة العاطفية اللي تعرض لها جيمس، فضل طول عمره حاسس ان هو من جواه طفل على الرغم من تقدمه في السن. فالناس اللي حواليه كانوا بيشوفوه وهو قاعد بيلعب بلعب الاطفال وبيلبس هدومهم وبيقعد كمان بنفس الطريقة بتاعتهم. بدأ بيري بعد كده ان هو يقضي معظم وقته في حديقة كان اسمها كنسد في لندن، وفي يوم من الايام وهو قاعد فيها بدأ يألف كتاب وسماه كتاب بيتر بان وويندي. وفي ناس تانية كانت بتسميه كتاب الطائر الأبيض. ما علينا يعني. المهم ان القصة اللي في الكتاب ده كانت بتتكلم عن طفلة اسمها ويندي، وكان عمرها 12 سنة وما كانتش عايزة تكبر خالص. وفي يوم بيتر بان دخل عليها هي واخواتها وقال لهم ان هو يقدر ياخدهم لعالم الأحلام،
وهناك هيتحقق حلمهم ومش هيكبروا ابدا. وقال لويندي كمان ان هي ممكن تكون ام للاطفال اللي موجودين هناك. وبصراحة يعني انا مش عارف ازاي طفلة عندها 12 سنة ممكن تكون ام للاطفال اللي زيها هناك. وويندي بتوافق على كده وبتروح هي واخواتها معاه. وبنلاقوا ان ارض الاحلام دي مكان جميل جدا، وبيقرروا ان هم يقعدوا فيه على طول وما يرجعوش لبيتهم تاني ابدا. وبعد كده ويندي بتبتدي ان هي تصرح بمشاعرها لبيتر، وبتقوله ان هي بتحبه وعايزة تتجوزه. لكن بيتر بيرفض ده وبيقول لها ان هو بس بيعتبرها مجرد ام ليه وام للاطفال اللي حواليه. وطبعا ويندي بتتضايق وبتزعل ان بيتر ما بيبادلهاش الشعور، لكنها بعد وقت بتبتدي تنسى الموضوع وبتكتفي ان هي تبقى ام للاطفال اللي موجودين في الجزيرة. لكن في يوم ويندي بدأت تلاحظ حاجة غريبة شوية، وهي ايه السبب اللي خلى الاطفال دول يجوا الجزيرة دي اساسا من البداية. ولما سألت بيتر بان اتفاجئت من اجابته. هو قال لها ان الاطفال دول هو كان بيجي يخطفهم من حديقة معينة، وده طبعا بدون موافقة اهاليهم يعني. وبما ان الاطفال دول كانوا في سن صغير قوي، فبالتالي لما يروحوا لمكان زي ارض الاحلام اكيد هيوافقوا ان هم يقعدوا فيه، وهينسوا اهاليهم لان هم كانوا طبعا في سن صغير. وطبعا ويندي انصدمت في بيتر بان وبدأت تعرف على حياته، واكتشفت كمان فيما بعد ان الاطفال دول بيكبروا عادي جدا في المكان ده برضه، بس بمجرد ما بيكبروا بيتر بان بيروح قاتلهم على طول. وده طبعا اللي بيفسر سبب عدم وجود اي شخص كبير على الجزيرة دي كلها. واكيد ده معناه ان شخصية بيتر بان اللي في القصة الاصلية بتعتبر شخصية شريرة جدا، وده طبعا عكس الشخصية الكرتونية بتاعته اللي موجودة في ديزني. ده غير كمان ان في اطفال كتير قوي كانوا بيموتوا لان بيتر بان ما كانش بيديلهم اكل علشان ياكلوا. وويندي قررت وقتها ان هي تاخد خواتها وكل الاطفال اللي موجودين على الجزيرة ويرجعوا تاني البيت. لكن وهم في نص الطريق كابتن هوك طلع لهم وخطفهم وحبسهم في السفينة بتاعته. وشخصية كابتن هوك في القصة دي تعتبر تقريبا نفس شخصيته في القصة الكرتونية، لكن الفرق الوحيد ان هو ما كانش معاه قراصنة وما كانش معاه حد تاني، فالارواح الشريرة هي اللي كانت بتحميه وبتدافع عنه في سفينته. لكن بيتر بان قدر ان هو يجي في الوقت المناسب وحارب كابتن هوك وقدر يهزمه. بعدين ويندي واجهت بيتر وقالت له ان هي واخواتها هيرجعوا تاني البيت بتاعهم في لندن، لكن بيتر رفض كده بشدة وقال لهم ان هم هيفضلوا هنا. ولما لقى ان ويندي مصرة على القرار بتاعها قرر ان هو يروح بيتها في لندن قبل ما هي توصله، وكان عايز يحط قضبان من الحديد على شباك الأوضة بتاعتها علشان يبين لها ان اهلها ما بيحبوهاش وان هم عايزينها تمشي من البيت. لكن لما بيتر بان بيوصل لبيت ويندي بيشوف اهلها قاعدين في الأوضة وبنلاقيهم قاعدين بيبكوا عليها، فبيتأثر بكده وبيصعبوا عليه، وبيقرر في الاخر ان هو يسيب ويندي تروح للمكان اللي هي عايزاه. وفعلا ويندي بترجع هي واخواتها والاطفال اللي كانوا موجودين في الجزيرة للبيت، وبتقرر ويندي في الاخر ان هي تتبنى كل الاطفال دول. وبعد 25 سنة من اليوم ده بيجي بيتر بان تاني وبيخبط على شباك الأوضة بتاع ويندي، لكنه بيتفاجئ ان ويندي بقت ست كبيرة ومتجوزة وبقت ام كمان، وان هي تقريبا مش فاكراه اساسا. طبعا بيتر بيتأثر بكده وبيزعل ان ويندي نسيته، لكنه بيعقد معاها صفقة، وهي ان بنتها الكبيرة اللي كان اسمها جين تيجي مرة في السنة لجزيرة الأحلام علشان تشوف بيتر. وبيتفق مع جين فيما بعد مرة تانية ان هي لما تكبر وتخلف ولادها يجوا هما كمان علشان يشوفوه في جزيرة الأحلام مرة واحدة في السنة. وويندي وافقت على كده، وجين كمان برضه قبلت الصفقة دي. وبتنتهي القصة دي بان بيتر بان برضه اتحول من شخص شرير لشخص طيب جدا في الاخر. وفي النهاية برضه كل اللي انا قلته ده يعتبر مجرد نبذة مختصرة عن القصة الاصلية لشخصية بيتر بان، واللي ديزني خدتها بعد كده وحرفتها وحولتها لفيلم كرتوني عشان تتناسب مع الاطفال. وانا هبقى اسيب لكم في صندوق الوصف كام لينك كده كلهم بيتكلموا عن احداث القصة الاصلية دي بالتفصيل. ودي كانت حلقتنا النهارده، ويا ريت يعني لو كان عجبكم الفيديو تدوسوا لايك وتعملوا سبسكرايب واشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واستنوني في حلقه جديده واللي احنا ان شاء الله هنكمل فيها السلسله بتاعتنا واللي هي القصص الاصليه اللي اتبنت عليها افلام الكرتون. واشوفكم على خير ان شاء الله.